صلاة التراويح يا بنات، عايزة اقول لكم اجر التراويح في البيت نفس اجر المساجد بالظبط. وطبعا صلاة التراويح للبنات احسن وافضل ليها هو البيت. بس طبعا لو عايزة تروحي تصلي في المسجد عادي جدا، بس طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا ان صلاة المرأة افضل لها في بيتها. ازاي اصليها؟ في ناس كتير ما بتعرفش تصلي التراويح مظبوط. صلاة التراويح أولا كده، ليه اتسمت التراويح؟ لأنك بترتاحي كل 4 ركعات، وهي أصلا 11 ركعة، يعني مثنى ومثنى. يعني نفس صلاة الفجر، ركعتين وتسلمي وهكذا، وبعدين ركعتين وتسلمي وهكذا. بتصلي 8 ركعات بالطريقة دي، والركعات الأخيرة اللي هي الشفع والوتر. الشفع بيتصلى ازاي؟ الركعة الأولى بتقرأي فيها الفاتحة وسورة الأعلى. الركعة التانية بتقرأي فيها الفاتحة وسورة الكافرون. الوتر بتقرأي فيها الفاتحة وسورة الإخلاص. بعد بقى القيام من الركوع، بعد ما بتقولي سمع الله لمن حمده أو ربنا ولك الحمد، بتقولي دعاء القنوت، وهو اللهم اهدني فيمن هاديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. وبعدين بتدعي باللي انت عايزاه واللي انت بتتمنيه، وإن شاء الله ربنا يتقبل.